يعني مين حد في الجهاز حاسس بمسؤوليه منتخب مصر والبطولات ويتكلم مع اللعيبه؟ ده اللعيبه متنجمه اكتر من ايمن عبد العزيز. طب انا هتعامل مع اللعيبه ازاي؟ يعني انا كلاعب لما اشوف ان انا نجم على المدير الفني بتاعي او على المساعد بتاعي او على المدرب العام بتاعي، انا كواحد في الجهاز هتعامل مع اللعيبه ازاي؟ ما انا نجم عنك. انا مش فاهم بصراحه انتوا بتختاروا ازاي وبتفكروا ازاي؟ مين المدير الفني ده اللي يجي يمسك منتخب مصر؟ مين ده؟ مين ده؟ هو عشان لعبنا شويه ماتشات ضعيفه يتقال عليه ممكن نكون بنساند شويه، عايزين نمشي الدنيا. بس لا، ده ولا عارف يدير مباراه. من محمود حماده مع احترامي مهند لاشين انت بتنزله، هو اصلا الولد تقريبا في كاس العالم مضيع ضربه جزاء، وانت عارف ان هو اكيد مش هيشوط ضربه جزاء، عشان ده معناه ان مفيش تفكير، مفيش تحضير للمباراه، كلها ماشيه بالحب. لعيبه تعبانه، لعيبه فعلا مش قادره تجري، لعيبه مش مركزه مع منتخب مصر، لعيبه مركزه من الاخر مع شويه البيتجات اللي بتقعد تتكلم. وانا هقولها، اي حد ضد منتخب مصر انا هقف قدامه. خلاص يا جماعه، ابراهيم سعيد اللي مع منتخب مصر هنستلم المنشاكو، هنضربه بالصاروخ، هنضربه بالشنيور، الشومه وفي دماغه البانجو ويل. طبعا ده قراركم، مفيش اي ازمه، بس الازمه هتكون ان مش انا اللي بس علاقتي بابو جبل مش افضل حاجه، لا ده اكتر من لاعب داخل الفريق علاقته بابو جبل مش افضل حاجه. بالتالي ممكن يكون في ازمه او مشكله في اوضه اللبس، وحصل تواصل من بعض اللاعبين الاخرين داخل صفوف النادي الاهلي ومنهم البعض المتواجد مع المنتخب حاليا، وقالوا ان ابو جبل بالحرف، انا الكلمه دي انا جايبها بالظبط كده يعني من مصدر مسؤول جدا، يعني ان ابو جبل مش شبهنا. انا طبعا مش بقلل من ابو جبل، انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي عامه وكلام من ده، انا بقول لك الكواليس. الجمله دي اتقالت لي، ابو جبل مش شبهنا. البعض من اللاعبين شافوا ان ابو جبل مش شبه النادي الاهلي، بناء عليه وبعد هذا الضغط تم التواصل مع كولر اللي كان شايف ان ابو جبل صفقه جيده بالنسبه للنادي الاهلي في ظل الظرف الحالي، واخد بالك؟ وكان شايف ان بسام برضه، لكن سيراميكا رفضوا تماما. خلاصه القول ان كابتن محمد الشناوي لو جه ابو جبل هياخد مكاني، والقصه وصلها هاتوا علي لطفي يبقى يعني زوج تحت الطرف شويه ويرجع زد تاني وكل عام وتغير. قال له حاضر يا الشناوي. ابتسم، ستشاهد مودست بعد اسبوعين من الان. سلام.